هنا جولة مختلفة تماما من الريف الفرنسي. هنا مستني صحابي على محطة روش على مترو 5 واقف في عز الشمس. لقيتهم بيكلموني الحق اجري يا ابو صلاح العربية واقفة في نص الطريق هناخد مخالفة. جبنا العربية واتحركنا من باريس وكنا جايبين معانا لب نقزقز ونتسلى في الطريق. لكن الطريق كان أجمل وأحلى بالمناظر الطبيعية واحنا داخلين الريف الفرنسي خارج باريس. يا جمال الطبيعة هناك بجد. شوفوا الجمال عامل ازاي والسما رايقة وصافية وكان الجو حر جدا فقلنا نجيب ايس كريم. من حلاوة وجمال الايس كريم قعدت اصوره جنب الطبيعة الخلابة هناك. ما كنتش عاوز اكله لكن كلته. وصلنا هناك شوفوا الجمال والطبيعة عاملة ازاي والحصانة عاملة ازاي. بجد تروح هناك تفك عن نفسك مش هتكلف نفسك اي حاجة غير انك هتقضي احلى يوم يديك طاقة ايجابية بجد. الأراضي هناك والشمس والسماء وجمال الطبيعة يخليك تتفائل، يخليك ترجع مبسوط لأي ضغوط وتكون مستعد نفسيا لأي ضغوط. طبعا كان في منتجع ريفي هناك زي هوتيل كده، في مطعم وكافيه والناس هناك بتروح سياحة عشان تستجم وتستمتع بالطبيعة والريف الفرنسي. رحنا هناك اتصورنا وخدنا أحلى صور وانبسطنا جدا من الخضرة اللي حوالينا في كل مكان. طبعا هنا لقينا على الكوبري ده شجرة صغيرة كده سد الطريق فقلت لازم أشيلها علشان أي حد يحتاج يتصور يعرف يتصور كويس وما تأذيش حد. وبدأنا نكمل رحلتنا ونستمتع بالريف الفرنسي جدا. دخلنا المنتجع الريفي اللي هناك وبقينا نتصور هناك. والاستاف اللي هناك اللي شغال كانوا فرنساويين. كل الناس بتبتسم مع إننا مش مقيمين في المنتجع لكن الاستاف اللي هناك كان بيضحك في وشنا وبيستقبلنا أحلى استقبال. خرجنا من المنتجع لقينا أرض قمح كبيرة جدا اتصورنا فيها واستمتعنا بالسما الصافية والمناظر الطبيعية الخلابة. ودخلنا تاني المنتجع وبعد كده خرجنا تاني. رحنا أرض الضوء دي اتصورنا هناك. وقلنا خلاص ندخل بقى اسطبل الحصنة ونشوف جوه في ايه. فضلت ألعب مع الحصنة شوية وبعد كده قررت أدخل أتجول جوه المكان أكتر من كده. وبالفعل دخلت وبدأنا نشوف معدات زراعية وجرارات وحاجات زي كده. وقلت برضه هدخل أكتر من كده لحد جوه. دخلت لقيت الحصان اللذيذ ده واقف لوحده قعدت أتكلم معاه وأقول له مالك زعلان من إيه بس. سابني ومشي. رحت بعد كده الأحصنة التانية وقابلت هناك فرنساويين وقابلت الاستاف اللي شغالين هناك والناس كلها مبتسمة في وشك محدش بيقولك انت بتعمل ايه. شايفينك بتصور ومبسوط ومنبهر بالمكان. فضلنا جوه نلعب مع الأحصنة ونتجول في المكان وانبسطنا جدا والناس كلها كانت ذوق جدا معانا. فلو انت من الناس اللي بتهتم بالثقافة الفرنسية تابعني دايما حليم في أوروبا.